السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمة تمر بمرحلة إحباط، تمر بمرحلة من القنوط، تمر بمرحلة من الخذلان، تمر بمرحلة من الانبطاح، تمر بمرحلة من خيبة الأمل، تمر بكل الصفات التي تجعلها أمة متأخرة. هذه هي الحقيقة بلا رتوش وبلا مجاملات. ولكن أنت كفرد، ماذا يمكن أن تقدم لهذه الأمة؟ وماذا يمكن أن تقدم للمجتمع؟ وماذا يمكن أن تقدم للعالم؟ هنالك أناس يولدون صغار ويعيشون صغار ويموتون صغار، وهنالك ناس يولدون صغار ويعيشون كبار ويموتون كبار. أنت الذي تختار طريقة عيشك في هذه الدنيا. دعني أتحدث معكم ببساطة عن تجربتي الشخصية، حتى لا نغوص في غياهب المجهول وغياهب التنظير وغياب الخزعبلات الفكرية التي لا يتفق عليها اثنان في المعمورة. أنا شخصيا ولدت في مدينة أشبه ما تكون في قرية. هذه المدينة مدينة عادية جدا، أهلها ناس طيبون، يشتهرون بالكرم، يشتهرون بالشجاعة، يشتهرون بالعلاقات الحميمية المتلاصقة، مجتمع عشائري جدا. مدينة تدعى الفلوجة في غرب العراق. هذا هو المكان الذي ولدت فيه. من اليوم الأول لولادتي وحتى سن 18 أنا شاب عادي جدا. كثير من أقراني في حينا وفي مدينتنا أفضل مني على كل الأصعدة. كنت في حالة تخبط. كنت أريد أن أكون شاعر ففشلت في ذلك لأن هنالك من هو أشعر مني. وكنت أريد أن أكون حارس مرمى للمنتخب الوطني وفشلت بذلك لأن كان هنالك من هو أمهر مني، حتى أصغر مني عمرا وأمهر مني. دائما أتذكر موضوع حراسة المرمى. كان واحد من أعظم حراس العالم ممكن يكون لو انولد في بلد ثاني، وهو ضياء. ما أتذكر اسمه أبوه بصراحة، لكن اسمه ضياء. بعدين فكرت أن أكون سياسي، وفجأة لما دخلت عالم السياسة من خلال الصحافة السياسية اكتشفت ببساطة أن هذا العالم لا يليق بي، لأنه عالم لا يتلائم مع لا إمكانياتي ولا قناعاتي. ومن ثم اتجهت للإعلام. اليوم بعيد عن الكلام الفاضي، أنا من أهم الصحفيين العرب في المنطقة العربية. أعرف تأثيري وأعرف ماذا يمكن أن أقدم وماذا يمكن أن أؤثر. هاي واحد. ثانيا، أنا الحمد لله بفضل الله تعالى متخصص في تدريب التحفيز والتفكير خارج الصندوق والعصف الذهني والتفكير الابتكاري، وهو من مهارات تطوير الذات، وقد الحمد لله حققت فيها نتائج جيدة. وكل من دخلوا الدورات اللي أقوم بإلقائها والمحاضرات اللي أقوم بإلقائها خرجوا بفضل الله تعالى ولديهم انطباع جيد، ولم يجاملوني عندما قالوا إن محاضرتك أضافت لنا الشيء الكثير. أنت تختار أن تكون فاشل أو أن تختار أن تكون ناجح. النجاح والفشل اختيار شخصي. نحن نؤمن بأن الانتصار والهزيمة هو قدر كتبه الله لك، ولكن إن الله عز وجل يعطي العبد على قدر سعيه وعلى قدر اجتهاده وعلى قدر مثابرته، لأن أهم صفاته العدل، فهو العادل المطلق. لهذا ينظر لمن يجتهد ويثابر ويحاول أن يتغير للأفضل بنظرة العدل ويمنحه على قدر ذلك التغيير. أذكر أني أنا كنت من عائلة متوسطة الحال، وكانت أحلامي كبيرة. كنت أحلم أن أمتلك سيارة، كنت أحلم أن تكون لدي فيلا، كنت أحلم ولدي ما زالت لدي أحلام أيضا، كنت أحلم أن يكون عندي رصيد في البنك إلى آخره. ولكن المجتمع لم يكن يمنحني هذه الإمكانية. أنا من عائلة متوسطة، مصادر النجاح والرزق قليلة، ولهذا لم أجد المنفذ الحقيقي نحو النجاح. ولكن ما أن قررت أن أغير محطات حياتي جغرافيا بالسفر حتى زرت 60 دولة،
وعملت في 13 بلد عربي، حتى وجدت نفسي وأنا بسن 42 حققت على الأقل 60% من أحلام الطفولة. لكن أحلام الطفولة نفسها لم تعد هي أحلامي عندما أصبحت في 42 سنة. يعني بديت أضع أحلام أخرى كبيرة جدا، كما كانت هذه الأحلام التي حققتها اليوم كبيرة في زمن الطفولة. ففي الوقت اللي كنت أحلم أن تكون لدي سيارة عادية، اليوم أنا بحلم أن تكون لدي سيارة باهظة الثمن. في الوقت اللي كنت أحلم أن يكون لدي بيت في مدينتي، اليوم أنا أحلم أن يكون امتلكت بيت في بلد خليجي، أنا أحلم أن يكون لدي بيت في بلد أوروبي أو عاصمة كبيرة. في الوقت الذي كنت أحلم فيه أن أكون صحفي مشهور، اليوم أريد أكون الصحفي رقم 1. الموضوع ببساطة شديدة هي أن أحلامك يجب أن تتغير مع عمرك. ما يصير أنت تحتفظ بأحلام الطفولة وتبقى تشتغل عليها طول عمرك. يجب أن تطور تلك الأحلام. المشكلة الكبيرة اللي تواجه كثير من المجتمعات أن أحلامهم ثابتة جدا لا تتغير، وهذا مشكلة كبيرة. أنت تحلم في بداية حياتك بالاستقرار المادي. عندما تحصل على الاستقرار المادي لازم تبحث عن الوفرة أو الوفرة المادية أو الغنى. وعندما تصل للغنى تبدأ تفكر أيضا أنك أنت ماذا تفعل بما وهبه الله لك. العطاء. أنا بعتقد أن السعادة قناعة وعطاء. هذه السعادة بكل بساطة. يجب أن تكون قنوع. لا يمكن أن تطالب يعني بإنجازات عظيمة وأنت لا تعمل. فيجب أن تقنع ومن ثم تعطي. السعادة قناعة وعطاء. لهذا أقول لكل المحبطين، لكل الفاشلين، لكل من تعثرت بهم دروب الحياة، لكل من يعتقد أنه لا أمل في النجاح: النجاح لا يخضع لقوانين الفيزياء ولا الكيمياء. النجاح لا يخضع للمعادلات الرياضية. النجاح لا يخضع إلا لأمر الله عز وجل أولا، ومن ثم لقناعاتك وأهدافك ومثابرتك وأحلامك التي تريد أن تحولها إلى حقيقة. نصيحتي لكم، وهذه نصيحة اعتبروها من شخص جرب الحياة وعاصر أنواع المحن. أنا اليوم ببساطة شديدة أعلنها على رؤوس الأشهاد: ذاك الطفل اللي كان بالمدينة، المدينة اللي انولدت فيها، واللي كان معاه جيل من الأصدقاء كلهم كانوا أفضل منه ماديا، تعليميا ومهاريا. يعني مهاراتهم أفضل، تعليمهم أفضل، وماديا أفضل، لأن من عائلات أفضل من عائلتي متوسطة الحال. اليوم أنا أقول لك وحسب معرفتي بهم جميعا أنا الأفضل بينهم من الناحية الدنيوية. أما الناحية الأخروية فهي عند ملك الملوك. هو المطلع على سرائر النفوس، وهو المطلع على سرائر القلب، وهو الذي يعرف خفايا النفس. دنيويا أنا الأفضل بفضل الله تعالى، مواطن خليجي، أعمل بمهنة محترمة، لدي استثماراتي الخاصة، لدي أحلامي الخاصة، لدي مهاراتي الخاصة. حولت كل خبراتي التي اكتسبتها من مدينتي إلى خبرات تخدمني في حياتي اليومية، وحولت تلك المهارات والأدوات البسيطة وطورتها حتى صارت تتلائم مع المرحلة العمرية اللي أنا فيها الآن. لهذا نصيحتي لك: أن تولد صغيرا فهذه سنة الحياة وقدر كتبه الله للجميع. أن تبقى صغيرا هذا قرارك. أن تموت صغيرا هذا هو قرارك. لذا أطلب منكم جميعا أن تعيدوا رسم أفكاركم، وتعيدوا رسم يعني أحلامكم، وتعيدوا رسم أدواتكم. أنا عادة، وسبب هذا الفيديو طبعا، أنا عادة في نهاية كل سنة أجلس في هذا المكان. أنا في هذا المكان من 6 سنوات. من 6 سنوات بديت أحصد كثير من النجاحات والفضل الله تعالى. ويمكن إذا تشوفون الغرفة مالتي مليئة بالشهادات التقديرية والشهادات الجامعية والدروع والأوسمة والصور مع زعماء العالم.
أنا في هذا المكان كنت أجلس في نهاية كل يوم وفي نهاية كل سنة وأضع تارجت أو أضع أهداف السنة اللي تليها. لهذا أحب يعني في نهاية السنة أن أتقوقع لدراسة واقع الحال في السنة القادمة ولوضع خطة للسنة القادمة. سنة 2017 هي سنة الإنجازات بالنسبة لي إن شاء الله تعالى، وبعد التوكل على الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، العظيم الجبار المتكبر، صاحب السلطة والمقدرة، ذو الجلال والإكرام. بعد كل هذا، بعد التوكل، أقول لكم أن 2017 هي سنة انطلاقة جديدة في حياتي إن شاء الله، إن كتب الله لي عمرا. أدعوكم للتفكير جيدا واستماع لهذا الفيديو أكثر من مرة، وأقول لكم يا أحبتي، لم نحصد النجاح ولم نرثه، وإنما صنعناه. شكرا جزيلا لكم.